بسم الله الرحمن الرحيم. في برفان جميل جدا جدا رجالي. برفان ده يمكن بيستخدمه دايما المحاميين والمهندسين، يحبوه جدا البرفان ده علشان خاطر قوته وقوه نفذانه، ودايما لما هم بيبقوا في المكان مثلا خارج البيت ولا حاجه في قاعه او في مكان مكشوف بيبقى ظاهر وفواح جدا. ده اسمه سلطان. برضه لما تحب تروح تشتري برفان سلطان من تاجر العطور تبقى عارف بتجيب سلطان ايه. في سلطان العطور وفي سلطان بس او السلطان. طبعا اللي ابدعت فيه شركه الرحاب، بصراحه ابدعت فيه يعني في البرفان بس عشان تبقى انت عارف، انت شميت البرفان على فلان ولقيت فيه مثلا ريحه تعال نشوف مع بعضنا. ده سلطان العطور. سلطان العطور. سلطان العطور فيه قرفه مع فانيليا مع خشب الصندل. خشب الصندل ظاهر فيه شويه. يبقى سلطان العطور مدي على سيكا شجري. مع هو طبعا حمض السلطان معروف ان هو حمض وشديد الحموضه، ولكن مدي فانيليا، يعني فانيليا مدياله على طول شجري بسيط ماشي، مع خشب الصندل اللي في القاعده بتاعته ظاهر شويتين مش شويه. ده بالنسبه لسلطان العطور، عشان تبقى انت عارف وانت رايح تجيب سلطان تبقى انت عارف سلطان ايه. ده سلطان بس، ده اللي ريحته فواحه قوي، اللي هو مدي ليمون مع برتقال، زهره البرتقال مع ريحه البرتقال نفسه مع الليمون. تقدر تقول له حمضي فواح. هو منعش جدا وفواح، بس تقيل قوي، لان برضه في قاعده خشبيه في الاخر بتاعه، لان هو شرقي، معروف ان السلطان شرقي. يبقى الاولاني سلطان العطور مدي على فانيليا وخشب الصندل. ده لو انت بتحب الفانيليا ممكن تروح تجيب سلطان العطور اللي هو في قلبيه فانيليا. ولو بتحب اللي هو في قلبيه الليمون الشديد زي العطور اللي زي السوفاج اللي فيها الليمون برضه والمندرين والجريفروت والحاجات دي، يبقى تجيب سلطان بس من التاجر اللي انت هتجيب من عنده. حبيت اسال اقول لكم الفرق، لان انا بتسال السؤال ده كتير جدا وانا بشرحه لكم دلوقتي عشان ما تقعش فيه وتدفع فلوس في حاجه انت محتاجها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.